في الفيديو ده هنشرح الريجولاريزيشن. بس قبل ما ننتقل للريجولاريزيشن محتاجين نراجع على الاوفر فيتنج والاندر فيتنج. لما بنيجي نديفلوب اي ماشين ليرنينج موديل احنا بيبقى هدفنا الاساسي ان احنا نمينيمايز التوتال ايرور او اللوس. اللوس بيتكون من مفهومين اساسيين وهما البايس والفاريانس. طب ايه هو البايس؟ البايس هو الايرور الناتج عن ان الموديل بتاعي تو سمبل، بسيط جدا. الموديل هنا بيعاند، بدل ما يتعلم التفاصيل الخاصه بالداتا بتاعته او الباترنز المهمه في الداتا، هو بيكتفي بالانيشال نولج اللي موجود عنده. ممكن نقول اكزامبل، يعني مثلا لما نستخدم اللينير ريجريشن وهو سمبل موديل عباره عن ستريت لاين مع داتا، الداتا دي هي كومبلكس اصلا عباره عن كيرفز، فبالتالي ده بيؤدي النتيجه ان الموديل بيأندر فيت عندي. نروح للفارينس. الفارينس هو الايرور الناتج عن انه الموديل اتعلم التفاصيل بتاعه التريننج داتا بشكل مبالغ فيه، لدرجه ان هو اتعلم النويز والراندوم فلكشويشنز اللي موجوده في الداتا، التفاصيل اللي ملهاش لازمه. نقدر نقول ان الموديل اتحمس زياده عن اللزوم، فحفظ التفاصيل اللي ملهاش لازمه اللي موجوده في الداتا، فالنتيجه كانت ان الموديل طلع بأوفر فيت. بأوفر فيت يعني ان الموديل طلع نتائج كويسه جدا على التريننج داتا، نتائج مبهره عاليه جدا، وفشل على الداتا اللي هو ما شافهاش. الاكيرسي كانت سيئه جدا سواء التست داتا او الفاليديشن داتا، لان هو طبعا افتكر النويز اللي موجوده في الداتا. لو بصينا على الكيرف الاحمر اللي موجود ده واعتبرنا ان الموديل هنا بيأوفر فيت، ولو بصينا هنا على النتائج، لو اعتبرنا انه الاثنين دول بيمثلوا الايرور بتاع الترين والايرور بتاع الفاليديشن، فهنلاقي انه الايرور بتاع الترين قليل جدا والايرور بتاع الفاليديشن كبير جدا. الحاله دي اسمها حاله الاوفر فيتنج. طيب ايه هي الريجولاريزيشن؟ الريجولاريزيشن هي مجموعه تكنيكس بتستخدم عشان اقلل الكومبلكسيتي بتاعه الموديل وامنع الاوفر فيتنج. نقدر نقول عليها ان هي بمثابه تهذيب للموديل، بتقول له اتعلم براحتك، بس اول ما هتبدا تعلي الويتس بزياده عشان تحفظ النويز اللي موجوده في الداتا اللي هي التفاصيل اللي مش مهمه، هتعاقبه. طب هي هتعاقبه ازاي؟ عن طريق ان هي بتضيف بنالتي تيرم لللوس فانكشن. البنالتي تيرم ده بيبقى جزء منه عباره عن الويتس، فانا مجبر عشان اقلل اللوس ان انا اقلل الويتس. في الفيديو ده هنشرح تو تايبس من الريجولاريزيشن، وهما ال L1 ريجولاريزيشن اللي ساعات بنسميه اللاسو، وال L2 اللي هو الريدج. نروح لاول نوع اللي هو ال L1 ريجولاريزيشن. احنا قلنا ان الريجولاريزيشن بتضيف للايرور بتاعي، اللص العادي بتاعي، بتضيف له جزء اسمه البنالتي تيرم. البنالتي تيرم هو الجزء ده الايرور العادي بتاعي، وده البنالتي تيرم. البنالتي تيرم بيبقى عباره عن جزئين. اول جزء هي اللامدا، وده هايبر بارامتر بيتحكم فيه قوه الريجولاريزيشن بتاعتي. كل ما اللامدا ده كبرت، كل ما الموديل بقى ابسط، لان احنا عارفين الريجولاريزيشن بتقلل الكومبلكسيتي بتاعت الموديل، فاللامدا دي بتتحكم في القوه بتاعت الريجولاريزيشن. طيب احنا لو عايزين نتحكم في قيمه اللامدا دي، احنا بنحددها قبل ما نبدا التريننج بتاع الموديل، هو هايبر بارامتر، وعشان نختار احسن قيمه ليها بنستخدم الكروس فاليديشن تكنيكس. بنضرب بقى قيمه اللامدا دي اللي احنا بنحددها قبل بدء التريننج في السمشن بتاع الابسوليوت فاليو بتاع الويتس. بس بيعمل حاجه ان هو بيقلل الويتس بتاعتي، ان هو ممكن يوصلها لزيرو. وده معناه ايه؟ ان انا لغيت تاثير بعض الفيتشرز اللي موجوده عندي. ومعنى ان انا لغيت تاثير بعض الفيتشرز فان هو اشتغل كفيتشر سelection، انا شلت بعض الفيتشرز خالص. وده بيعمل عندي سبارس مودلز، يعني موديل خفيفه، لان انا استغنيت عن بعض الفيتشرز. طيب نروح لل L2 ريجولاريزيشن او الريدج. الريدج بيختلف عن ال L2 ريجولاريزيشن او الريدج بيختلف عن ال L1 في البنالتي تيرم. البنالتي تيرم بدل ما بنضرب اللامدا في السمشن بتاع الويت بس، لا احنا بنعمل السمشن بتاع الويت تو ذا باور 2، فاحنا بنربع كل ويت وبنجمع كل الويتس اللي موجوده. ال L2 او الريدج ريجولاريزيشن بيعمل شرينكس للبارامترز، بيقلل البارامترز، بيقلل قيمه الويتس. طب هو بيقلل الويتس تمام، بس مهما قلل الويتس هي عمرها ما هتوصل لزيرو، يعني مفيش استغناء تام عن كل الفيتشرز. في ال L1 احنا كنا ممكن نستغنى عن بعض الفيتشرز، ان هو كان بيعمل فيتشر سelection، انه معنى ان انا اقلل بعض الويتس لزيرو ان انا استغنيت عنها. هنا لا، احنا بنشرينكس البارامتر بس، بنشرينك البارامترز بس من غير ما نستغنى عنها، ممكن نقللها تبقى قيم قليله جدا بس مش هنستغني عنها تمام. وبالتالي الموديل بتاعي بيبقى ستيبل اكتر، انه سيبنا كل الفيتشرز الموجوده بس التاثير بتاعهم هو اللي هيختلف. هنا الديفرنس بين L1 and L2، احنا قلنا طبعا انه بيختلف. هنا في البنالتي تيرم بنجيب الابسوليوت فاليو بتاعت الويت، في ال L2 احنا قلنا السكوير. في ال L1 بنعمل فيتشر سelection. فيتشر سelection ازاي؟ ان احنا بعض الويتس بتوصل لزيرو، فده معناه ان انا لغيت تاثير بعض الفيتشرز. في ال L2
weight shrinking بس بنقلل الweights بس ما بنوصلهاش لزيرو. طيب في L1 بيبقى sparse موديل خفيف عشان بنعمل feature selection. L2 stable موديل إن إحنا سايبين كل الفيتشرز، فكل feature ليها تأثير على الموديل. وN1 بنريموف features زي ما قلنا، وفي L2 بنكيب الفيتشرز. بالنسبة لللامدا هايبر بارامتر احنا قلنا إن هو بيتحكم في قوة الريجولاريزيشن. لو قيمة اللامدا قليلة ده معناه الموديل هيبقى معقد أكتر، لو اللارج لامدا الموديل هيبقى أبسط أكتر، وإن احنا بنعمل لها تيوننج بنحصل لأحسن قيمة ليها بنحسنها يعني عن طريق الكروس فاليديشن. بس كده يبقى احنا النهارده شرحنا ازاي نقلل الاوفر فيتنج عن طريق الريجولاريزيشن، شرحنا ال L1 ريجولاريزيشن وال L2 ريجولاريزيشن، وازاي نحسن الجنراليزيشن بتاعة الموديل. بس كده.